السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم صوفيا. اليوم إن شاء الله غنحضر فطيرة الدجاج بالخضر بمقادير جد بسيطة وسهلة. تابعوني. ولتحضير فطيرة الدجاج غنحتاجو 250 غرام لحم الدجاج، عود كرفس مقطع مربعات، حبة جزر مقطع مكعبات، حبة فلفلة خضراء متوسطة الحجم مقطعة مربعات، حبة فلفلة حمراء صغيرة الحجم مقطعة مربعات، 3 ملاعق طعام جبن مبشور، 3 ملاعق طعام قشطة طرية خاصة بالطهي، ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة ملح عفوا، وملعقة كبيرة زبدة، وملعقتي طعام دقيق. ولسلق الدجاج غنحتاجو ملح، حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة 4، ورق الغار، وورق المعدنوس أو الكرفس. نضع الدجاج في الماء للسلق. وضعت الدجاج يتسلق، لحم الدجاج يتسلق في الماء مع إضافة البصل وورق الغار وأوراق الكرفس والملح. تنتركه حتى يستوي، ثم أصفيه وأحتفظ بمرق الدجاج. بعد ما وضعنا الزبدة دابت وضفنا لها الكرفس والجزر، نضيفو الفلفلة الخضراء وفلفلة حمراء ونضيف قطع الدجاج والتحريك المستمر. حتى تنتج رائحة الفلفلة والكرفس. ونضيف الدقيق بعد ما ضفنا الدقيق نحركو حتى نحصلو على خليط كريمي شبيه بالبشاميل، ثم نضيف قوام كريمي، ثم نضيف قشطة طرية و3 ملاعق طعام جبن مبشور. ونحرك. بعد طهي قطع الدجاج مع الخضروات نكون وجدنا صحن الفرن، وهو في نفس الوقت صحن التقديم، تنضعو فيه الخليط.
بعد ما بردات فطيرة الدجاج اللي وضعناها في صحن الفرن، ممكن تزين الوجه بالعجينة المورقة، وهذا اختياري. ولتزيين الوجه غنحتاجو العجينة المورقة، قطعة اللي تعطينا اشكال على شكل مربعات او اشرطة، صفار بيضاء مع قليل من الحليب للتزيين وللتلميع، وقليل من الدقيق تنرشه فقط على العجينة المورقة حتى لا تلتصق بالقطعة. بعد ما سرحنا العجينة المورقة لتأخذ شكل طولي ديال الفطيرة او ديال الصحن اللي غنوضعو فوق منه، غنقطعوها بالقطعة ورشين عليها الدقيق شيئا فشيئا. بعد ذلك ناخذ العجين كنوضعوه، نحاولوا شكل منه حلو بهذا الشكل ونوضعوه فوق الفطيرة. بعد ما وضعت العجينة المورقة اللي قطعت بالقطعة على وجه فطيرة الدجاج اللي موضوعة في صحن الفرن، غنزين وجهها بخليط اصفر بيضاء وقليل من الحليب. ثم غندخلها الفرن متوسط الحرارة لمدة 20 دقيقة. هذه الفطيرة بعد ما طابت، نتمنى تجربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم. مع السلامة.